السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي كتجي زوينه بزاف وبنينه بنينه. نتمنى انكم ما تزيدوا ما تنقصوا داكشي اللي درت معكم فيها. تجربوه وسهله ولذيذه وبنينه، ما فيها لا بيض لا صوص بيشاميل لا والو. غادي تحتاجوا ليها الخضره، والخضره باش ما كانت طريه راه غتكون مزيانه. اول طبقه اللي غادي نديرو هي ديال البطاطا. غنحاول نقطع البطاطا رقيقه باش مرققنا البطاطا باش ما كتجينا مزيانه. ولا كثرتوا البطاطا ماشي مشكل، كيبقى على حسب واش يعني هما الدار كيبغيوها بزاف ولا. فانا هنا غادي ندير البطاطا على حسب العدد ديالنا حنا في الدار. فتقريبا درت شي 3 ديال البطاطات، جوج كبار شويه وحده صغيره. صافي حاولت نقطعهم رقاق. وهنا غادي نوريكم هذه المقله اللي كنشحر فيها. هذه المقله شريتها قبل رمضان، زعما صدقوني زوينه زوينه بزاف. حنا القناه ديالنا كاع ما باينه باش غنشهروا، ولكن كنقول لكم غير الحاجه اللي زوينه، لان كاين شي حاجه كتشهر وكنشريوها والله الا هي يعني كتخسري فيها الفلوس. شوفوا حتى القاع ديالها ما كيكحال. شوفوا انا كاع ما زعما يعني قبل رمضان وانا كنطيب فيها، وسبحان الله العظيم فاش كنشحر ما كتحتاجيش تزيدي الماء، ما كتحرق لكش داغك، زوينه بزاف. فالخضره الطبقه الاخرى اللي غادي نضيف بعد ما سبقت البطاطا، غادي نحاول نقطع الفلفله. انا ما غنكثرش فلفله، اللي كتعجبو فلفله خضراء يكثرها. انا بالنسبه لمالين الدار كتعجبهم القريعه خضراء، فهي اللي كثرت شويه. والبصله، هاد البصله هادي غادي نقسمها غادي نديرها على زوج. غادي نحط النص نشحرو مع الفلفله والبصله، النص الاخر غادي نشحرو مع لاداند والفلفل الاحمر. التوابل اللي كيجيبوا البنه وغيخلوا هاد الوصفه تجيكم بنينه هي ورق الرند، البزار، الثومه، زيت الزيتون. هاد المزيج هذا صدقوني كيدير لكم واحد اللذه في الماكله ديالكم ما نقولش لكم. وزياده على زيت الزيتون تبارك الله، يعني تشحري هذا الشيء غير هكا وتاكليه راه واحد البنه ما نقولش لكم، راه كتجي بنينه. صافي غادي نخلي هذاك الشيء يتشحر، وغادي نجي نقاد الطبقه الثالثه اللي غتكون فيها الفلفله حمراء. كنحيد ليها داك الشيء اللي بيض، لان ديك البيوضيه كتخسر المذاق. وهنا قطعتها طريفات صغار، ما درتهاش كبيره، كتجي احسن ديروها هكا. صافي وغادي نشحر هذا الشيء حتى هو بوحدو. وعندنا هاد لاصوص هادي، هاد لاصوص راني محضرها في الدار وحضرتها بطريقه زوينه، راه غنشاركها معكم. بنفس التوابل غنديروهم في الطبقه الثانيه، وغادي نديروهم في الطبقه الثالثه، ولكن غتكون واحد الاضافه غادي تشوفوها. هنا البطاطا هي تشحرات، يعني صافي طلقات هذيك بطاطا. كاين اللي كيدير هاد الخضره خضره، ولكن راه من الافضل تشحروها غير هكا، ما تزيدوا لا ما لا والو. منها كتكون بنينه ومنها كتسرع لكم الطياب. حنا هادشي بينا غير يتماسك في الفران ويتحمر. هنا غادي نمشي نشحر تاني هاد الخضره هادي، ونفس داكشي اللي درت ورق الرند لا ورقه موسى، وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وزيت الزيتون فقط. راه ما درنا لا معدنوس لا قزبر لا والو، وزيت الزيتون. وغنمشيو تاني نشحروها، نديوها ونجيبوها حتى كتطلق. والضريس ديال الثومه حتى هو. انا الثومه راه كنستعملها في الاكل ديالي تقريبا اكثر من البصله. الثومه راه زوينه بزاف، الا بغيتو ترفعوا المناعه ديالكم وديال وليداتكم وتحاربوا الامراض، عودوا كثروا الثومه في الماكله، راه زوينه. انا كاع كيهبط لي لا طونسيو كنكثرها، ما نقولش لكم الروعه ديالها. صافي هنا راني رشيت واحد شويه ديال الجبن غير اختياري، راه ممكن ما ديروش نهائيا، ممكن ما ديروش هذاك الجبنه. واللي كيبغيها تجي متماسكه بزاف راه يكثر الجبن. صافي حنا ما غنديروا لا بيض لا صوص بيشاميل لا والو. صافي غادي نسرح هذيك الخضره تاني من الفوق. ورق الرند عودوا حيدوه، راه كيوحل الله يحفظ. شحال من واحد كيوحل ليه دائما ملي تشحروا به، صافي تحيدوه. وهنا غادي نجيو الطبقه الثالثه اللي هي ديال لادند، ونفس اللي درنا. الاضافه اللي غندير صوص بيشاميل، وتا هي اختياريه، ممكن ما ديروهاش، انا كنفضل ما ديروهاش. انا درتها على قبل بنتي كتبغيها بزاف، فهذاك الشيء علاش درتها. فالا ما كانتش تستغنوا عليها، وغادي تجيكم هذه الوصفه غادي تجيكم بنينه بزاف بلا هاد لاصوص بيشاميل، يعني ما تحتاجوهاش. وغادي نزيد هذيك لاصوص اللي ان شاء الله غنشاركها معكم. غتكتشفوا شي حاجه جديده في لاصوص مطيشه. لاصوص ديال مطيشه علاش ما كتجينيش بحال ديك اللي كتباع. وليت لقيت ليها واحد الحل، راه كتجي بحال هذيك اللي كتباع.
خصوصا ملي كتبغيوها البيتزا وكتبغيوها المملحات وداكشي راه كتجي زوينه. غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هادشي غادي نديوه ونجيبوه حتى غادي ينشف لينا شويه، يعني ما يبقاش فازق، يتعلك بهذا المعنى هذا، يولي عندنا معلكه هذيك هذا المزيج هذا يتعلك لينا مزيان. الوصفه ساهله بزاف. راه انا هادشي حيت المقله عندي كبيره، راه كنجمع هادشي وكنشحر كل حاجه في جهه. راه حيت كنصور دابا انا راه كنوجدها في اقل من تقريبا واحد 5 دقائق ديال التشحار، وهاني كلشي قاد ديتو. صافي كنرش بهذاك الجبن. كيبقى قلت لكم اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ما تحتاجوش. صافي دابا غادي نضيفو الطبقه الاخيره اللي هي ديال هاد الطبقه الاخيره. ممكن ديروها وتاكلوها غير بالخبز، كتجي زوينه بزاف. وعلى فكره هاد الوصفه هادي اللي ما تيبغيش الخبز راه ممكن راه كتجي زوينه تاكلوها غير بمعلقه، كتجي واعره لانها هي غير خضار مع هذاك الادان، فراه كتجي زوينه بزاف. صافي كنحاولوا يعني نقادوها بحال هكا، يعني نضغط عليها باش ما ضغطتوا عليها راه مزيان. وخصوصا الا درتو زعما الجبن بزايد شويه راه كتماسك بزاف، يعني الا كان الجبن كتير وكتضغطوا كتجي متماسكه. هنايا الجبن غادي نخلوها حتى غادي نخرجوها من الفران، عاد غادي نضيفو. وهنايا ديناها للفران. شوفوا دابا عاد غادي نخرجها. ملي كتسمع هذيك الزويته بحال هكا صافي هنا غادي نخرجوها، يعني صافي راه تحمرت. صافي وغنضيفوا عليها الجبن وكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. راه كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها وديروها بالطريقه باش درتها وبالتوابل اللي درت فيها، وغتشوفوا تكتشفوا واحد المذاق زوين بزاف. وبالنسبه للتقديم ديالها راه ممكن تقدموها يعني هكا بحال الا درتو شي صحن ديال الزاج بحال هكا راه تقدموها فيه. وخصوصا حنا درنا داك الورق لتحت، ولا تهزوها بحال هكا حيت درنا داك الورق وتحولوها لصحن اخر. بالنسبه للتقطيع ديالها هانتوما راه غادي تشوفوا معايا باش نكونوا يعني واقعيين. حنا راه ما درنا لا بيض، ما درنا جبن كتير، ما والو. يعني راه ممكن واخا هكاك ممكن تهزي لكل واحد طريف ديالو. غادي تشوفوا كيفاش بحال هكا هانتوما كتكون. ها هي راه كتهز، يعني كل واحد تحطي ليه الطريف ديالو بهذه الطريقه هذه هانتوما كي كتشوفوا. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انكم تشجعوني ان شاء الله باش نشارك معكم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الافكار وكنتمنى منكم التشجيع. وان شاء الله غادي يكون جديد على القناه، يكون بزاف ديال الحويجات غادي نشاركهم معكم. وفي الاخير كنقول لكم الله يعاونكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.